السلام عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده زي ما انتم شايفين كل حاجه فيه متغيره، سواء ورا، سواء القعده نفسها، سواء الجو نفسه، او حتى اللينس. انا غيرت كل حاجه. وفي فيديو قريب هنزله عن حاجات الاستوديو، بس انا ما كمله، هو لسه ما خلص. لسه الحاجات المفروض احطها. يعني انتم شايفين ورا الدنيا عامله ازاي يعني. وفي زي بوصلها هنا عشان اشوف قريب. فالمهم خلينا نخش في الموضوع. وموضوع النهارده يعني هو شويه دردشه اكتر ما يكون حاجه لمحتوى القناه نفسها، وهو هل هي الفلوس فعلا كل حاجه، ولا الفلوس دي غايه، ولا هي وسيله، ولا هي الفلوس دي مصدر سعادتنا في الحياه ولا لا. في فيديو النهارده هنتكلم عن كل الحاجات دي. فهات حاجه اشربها وتعالى. بنسمع ناس كتير ان كل همها ان هي تجمع فلوس، او بنسمع ناس تانية تقول لك لا يا عم، الفلوس مش كل حاجه. الفلوس دي ولا حاجه، اهم حاجه ان انت تكون مرتاح وصحيا كويس. واهم حاجه ان انت تكون يعني عندك عيله. في واحد تاني متجوز يقول لك لا والله، ده انا غني، انا كده غني، انا معايا عيلتي، مراتي بتحبني وولادي بيحبوني، انا كده غني. لكن في نقطه فاصله دايما بيتكلم عنها، وهو ان مش كل الناس دايما مرتاحه في حياتها. فتيجي تفكر وتقعد مع نفسك كده، يعني هل هي فعلا الفلوس هتحل لك مشاكلك؟ هل هي الفلوس هي اللي هتكون مثلا نقطه، يعني نقطه تغيير في حياتك، او هي نقطه اللي هتكون الفاصله بين حياتك قبل الفلوس وحياتك بعد الفلوس؟ وهل هي فعلا هتكون مصدر سعادتك الاساسي والوحيد في حياتك؟ فخلينا نمسك اول سؤال ممكن يجي على بالنا، وهو هل هي الفلوس فعلا مصدر السعاده؟ في الحقيقه الموضوع ده ممكن يكون مختلف من واحد للتاني لاسباب كتير. اولهم ان الفلوس اي نعم هي مش مصدر السعاده الاساسي، او اي نعم هي مش اللي هتحل لك كل مشاكلك في الحياه، لكن هي عامل من عوامل اللي هيخليك تكون مثلا مرتاح ماديا. انت تصحى الصبح مفيش مثلا، انت مش مديون، انت قاعد في البيت، كل احتياجاتك الشهريه موجوده، سواء انت متجوز او مش متجوز، سواء انت عندك عيال او لا. كل الكلام ده الفلوس ليها عاتق، او ليها كونتريبيوشن عالي، او نقول مثلا مساهمه عاليه، ان الكلام ده كله بيتشال لو انت معاك فلوس. يعني انت مثلا لو انت واحد بتقبض 5000 جنيه في الشهر، ممكن انت مثلا مصاريفك في الشهر كله ممكن تعدي 8 9000 جنيه، فبتضطر انت تتنازل عن حاجات، ممكن هدوم جديده، سفريه، ممكن تعيش مع اهلك عشان توفر ايجار الفلوس دي. ممكن انت مثلا نفسك تعمل حاجه، نفسك تشتري لابتوب مثلا، ممكن نفسك تشتري ايفون جديد او موبايل جديد، مش لازم ايفون جديد يعني. كل الكلام ده الفلوس بتشيل من عليها عاتق كبير جدا. طيب ده كده معناها ان الفلوس بتحقق استقرار يعني نفسي اكتر، وبتشيل هم كبير، او بتشيل القلق وتشيل التوتر. وده طبعا بيجي معاه ان انت بتبقى شايف ان الوضع الاجتماعي بتاعك بيختلف. لو انت مثلا واحد بتقبض 40 60 70 الف جنيه في الشهر، غير واحد تاني بيقبض 10000 جنيه، او 40 60 70 الف جنيه ده ممكن يروح يعيش في زايد، يعيش في التجمع الخامس. الناس بتتغير، الطريقه اللي بيتكلم بقى بتتغير، ممكن ولاده يخشوا مدارس احسن، ممكن ان انت مثلا تروح تشتغل في شركه اكبر، ممكن يبقى انت عندك البيزنس بتاعك، فانت بتبقى قاعد في البيت، ممكن تسافر في وقت اللي انت عايزه، يبقى معاك مثلا مراتك، يبقى معاك عيالك بيروحوا مثلا مدرسه انترناشونال، احسن ما الجهه التانية بتاعتك هو واحد مثلا بيقبض 8 9000 جنيه، ممكن ولاده يخشوا مدارس حكوميه، يضطر يعيش في مكان رخيص عشان يقدر يصرف، سواء هو ايجار او ملك. فبيضطر مثلا ان هو يعيش في منطقه زي وسط البلد، قصاد اللي انت واحد تاني مثلا عايش في زايد، يقدر يتعامل مع ناس تانية، يقدر يروح أماكن مختلفة، يقدر خروجاته حتى بتتأسس على أساس الفلوس بتاعته، أو خروجاته بتتحدد على أساس الحالة المادية بتاعته. بس طبعا لكل حاجة حلوة ليها حاجة وحشة. الجانب السلبي بتاع الفلوس، أو بالجانب السلبي بتاع العلاقات الاجتماعية، إن أنت ممكن تعرف ناس دينيا مش أحسن حاجة. ممكن الناس دي يعني ليها نزعة دينية مختلفة شوية، اللي مثلا بالنسبة لهم الخمر عادي. أنا اتعاملت مع ناس كده عايشين مثلا في زايد وعايشين في التجمع، بالنسبه لهم الخمره والكلام ده شيء عادي. يعني عادي، فيها ايه يعني لما اروح اشرب خمره، او فيها ايه لما اعمل حاجات ما ترضيش ربنا؟ هو بالنسبه له النزعه الدينيه بتاعته مختلفه تماما عنك، وانت طبعا مش صح، لان الحاجات دي حرام والحاجات دي غلط. فانت لو انت شايفها حرام وهو شايفها عادي، انت بالنسبه له هتبقى اللي هو المتخلف اللي جاي من الارياف وجاي قاعد هنا عشان معاه فلوس. او العكس صحيح، لو انت واحد نزعتك الدينيه بتقولك ان انت مثلا اكسبت حرام، التداول حرام، الحاجات اللي انا اتكلمت عنها في الفيديوهات اللي فاتت دي كتير، ممكن الطبقه القليله يكون عندها شوية جهل أو شوية فقر. الفقر ده بيسبب حاجات كتير، هو أساسه أصلا يعني الفقر ده أساس كل المشاكل، منهم الجهل والحقد والقتل. والناس تقريبا اللي احنا هنشوفها هتلاقيها كلها بتقتل بعض عشان ورث، عشان فلوس. واحد صاحبه عارف ان واحد تاني معاه 150 الف جنيه في البيت. بنشوف جرائم كتير قتل منها واحد راح البيت عنده وعارف ان ابوه معاه 200 الف جنيه، قتل ابوه، خد الفلوس وهرب، او قتل ابوه وراح بلغ انه اتقتل وان انا مصدوم وان انا مش عارف ايه. فكل ده بنشوفه بسبب الفقر، او بسبب قله الفلوس. قله الفلوس يا جماعه هي مش الاساس بتاع كل المشاكل، لكن هي ليها عامل كبير جدا في تاسيس المشاكل في المجتمعات الفقيره. هنلاقي دايما في الناس
في الاستاتستكس اللي بيعملوها او في الاحصائيات اللي بيعملوها هيلاقوا ان الناس اللي دايما معاها فلوس او في حاله اجتماعيه راقيه شويه او مرتفعه شويه، معدلات التوتر والقلق والارق والاكتئاب عندهم اقل بكتير جدا بنسبه اكتر من 85% من المجتمعات اللي مش معاها فلوس او المجتمعات اللي لسه ماديا بتقوم. طيب هل كده معناه ان انا بقول لك هي الفلوس مش كل حاجه؟ لا، الفلوس بمعنى كلامي ببساطه ان الفلوس تعتبر 90% من حياتك او 90% من مزاجك بيقوم على انت معاك كام. حاجه زي الجواز، انت بقى انت دلوقتي مش معاك فلوس، طب هتقول انا عندي عيله وعندي بيت وعندي، طب هتصرف عليهم منين؟ انت واحد لسه ما اتجوزتش زيي مثلا، هتيجي تقول انا ممكن ببساطه ان انا شايف ان الفلوس دي مش كل حاجه، لكن في الحد الاساسي ان انت اصلا وانت رايح تتجوز انت محتاج يكون مكيش مثلا معاك 600 700 الف جنيه باقل واجب لو انت هتتجوز جوازه متواضعه في بيت متواضع او البيت بتاعك اصلا. انما لو مش عندك بيت فانت كده دخلت في 2 3 مليون جنيه، ان انت لسه هتجيب البيت ولسه هتشطبه ولسه بقى الفرح ولسه الشبكه ولسه المهر ولسه القايمه ولسه كل الكلام ده كله. وحتى لو انت مش عايز تدفع قايمه هتضطر تفرش الشقه بتاعتك وتشطبها وتشوف الكلام ده كله. كل الكلام ده مش محتاج سعي، وقصدي مش محتاج حاجه مثلا زي الرضا والكلام ده، لا انت محتاج يبقى معاك فلوس. طبعا لازم تبقى راضي، ودي نقطه هنتكلم عنها قدام في الفيديو شويه، لكن لازم يكون انت معاك فلوس. انت كل الكلام ده انت هتعمله بفلوس، مش هتعمله مثلا بجدعنتك ولا برجولتك، انت هتعمله بفلوس. فلو على مثال جبنا شخصين، واحد مستقر ماديا او زي ما بيقولوا متريش، واحد لسه بيطلع السلم لسه على مهله، هنلاقي دايما في مشاكل ما بين الخطيب والخطيبه او البنت والولد على حاجه زي الماديات. هنلاقي دايما هو بيقول لك طب استنى الشهر الجاي، استنى مش معايا فلوس، طب استني مش عارف ايه، بلاش نجيب ده عشان غالي، ممكن نوفر فلوس الحاجات دي ونجيبها في حاجه تانية. في حين ان انت على الجانب الاخر هتلاقي اللي معاه فلوس بالنسبه له الموضوع سهل، الموضوع اسهل. الثلاجه دي تعال نجيبها، الميكرويف ده تعال نجيبه، العفشه هتلاقي احسن عفش، التشطيب هتلاقي احسن تشطيب، ممكن حتى في اجراءات الجواز حاجه زي الفرح هتلاقي بالنسبه له احسن فرح. التاني اللي لسه بيطلع السلم لسه ممكن يكون الفرح بالنسبه له يبقى متواضع حبتين ثلاثه، ممكن ما يقدرش يعمل فرح او يعمل حاجه على الضيق زي ما بيقولوا. فهنلاقي دايما اللي معاه فلوس خد الستيب اللي قدام دي، سواء الفلوس دي بتاعت ابوه او بتاعته هو، مش هتفرق كتير بالنسبه لنا، لكن احنا بنتكلم عموما في مبدا ان انت معاك فلوس. فهنا نقطه مثلا فاصله، واحد مثلا اللي لسه بيطلع السلم ده لما يجي يتفرج على اللي لسه معاه فلوس او مستقر ماديا او متريش، هنلاقيه بيقول له طب اشمعنى هو معاه ولا مش معايا؟ ليها اسباب كتير ممكن نتكلم عنها في فيديو تاني، بس مش موضوعنا النهارده يعني. لكن هل فعلا الاتنين دول هيتساووا؟ لا، ده ما تعبش كتير او تعب ان هو يجيب الفلوس لكن ما تعبش نفسيا او ما تعبش زي ما بيقولوا جسمانيا ان هو يوصل للنقطه دي. في حين ان التاني ممكن يكون تعب نفسيا، ممكن يكون اتاخر في الجواز، ممكن يكون بدل ما كان هيقعد سنه هيقعد 2.5 سنين او 2 عشان يروح يخطب ولا يتجوز بعد الخطوبه. في حين ان التاني راح خطب راح اتجوز وخلص ويمكن كمان خلف واولاده كبروا، والمعلم التاني لسه بيفكر في خطوه الخلفه عشان ماديات، وممكن لما يشوف شغل احسن عشان يقدر يصرف على الطفل اللي هيجيبه. وفي الاخر لو ما عرفش يظبط كل الكلام ده هيلاقي الطفل اللي جابه ظلمه، والواد هيكبر في مجتمع فقير وهيضطر ان هو يكمل باقي السايكل او باقي المعاناه اللي ابوه عاشها هو هيكمل عليها. فانت كده طبعا في النقطه زي دي انت ظلمت الواد. لو انت من الشخص او لو انت من الشخص اللي هو لسه بيطلع السلم، هتلاقيك جبت عيل الواد ده مش قادر تحقق له اللي هو نفسه فيه. طبعا مش كل حاجه لازم نحققها للطفل، بس في حاجات اساسيه ان انت لازم تخليه يحس ان مفيش حاجه ناقصه في البيت، اللي نفسه فيه موجود، وفي نفس الوقت يكبر زي ما بيقولوا شبعان. على عكس التاني ممكن برضه ابن اللي معاه فلوس ده ما يبقاش شبعان لما يكبر، ممكن يكون هو ما رباهوش كويس. لكن احنا بنتكلم على اتنين نفس التربيه نفس كل حاجه، نفس العيله نفس الست نفس الراجل، لكن في عالمين مختلفين او زي ما بيقولوا ميتافيرس مختلف، ان ده في حياته هو كان لسه بيطلع السلم وده متريش. بالاضافه ان اصلا اللي بيبقى معاه فلوس صوته مسموع، ليه قراره بيطلع من نفسه. مفيش حد مثلا بيقول له انت هتعمل 1 2 3 وانت لازم تيجي هنا يا اما هيتخصم لك، والتاني ده يقول لك لا انا معايا فلوس، انا بعمل اللي انا عايزه في الوقت اللي انا عايزه. انت لو انت صاحب بيزنس ممكن يكون بالنسبه لك الموضوع انت مدير نفسك، انت اللي بتعمل اللي انت عايزه في الوقت اللي انت عايزه. عايز تسافر والناس تخلص الشغل او تشغل الشغل زي ما بيقولوا، الموضوع هيبقى بالنسبه لك اسهل، والموضوع بالنسبه لك هيبقى اللي هو مفيش ستريس اصلا، انت راجل بتخلص اللي عليك وبتخلص كل حاجه. انما التاني ممكن يكون لسه زي ما قلت بيطلع السلم، هيضطر يسمع كلام المدير، هيضطر مثلا لو هو كان نفسه يسافر مش هيضطر يسافر عشان المدير قال له ما فيش سفر، لو سافرت هتترفد من الشغل او يتخصم لك اسبوع 10 ايام من شغلك، وده هيأثر عليك قدام. فبيبقى ليك رنتك وبيبقى ليك يعني رزعك كده، اللي هو انت صوتك ليه قيمه، صوتك ليه قرار، صوتك بيطلع منه حاجه ممكن ناس تانية تمشي عليها. طيب السؤال بقى المهم، هل الفلوس غايه
ولا وسيله. الناس كتير اختلفت عن الموضوع ده، وفي ناس شايفه ان الفلوس دي غايه، يعني هو عارف ان هو عايز يوصل لها، وفي ناس تانية شايفه ان هي وسيله، ان هي مثلا تروح تشتري بيها سعادتها، تشتري البيت اللي هي عايزاه، تشتري العربيه اللي عايزاها، تشتري. في ناس تانية بيبقى معاها فلوس عشان ترجع هي حياتها. وفي الحقيقه الاجابه الصح ان الفلوس دي هي وسيله، هي مجرد وسيله بتفتح لك باب من ابواب السعاده. طب ليه؟ ما انت ممكن يبقى معاك فلوس، وممكن كانت غايتك ان انت وصلت فلوس، او ان انت كانت غايتك في الاخر خالص ان انت يبقى معاك فلوس، فلما وصلت الفلوس ما عرفتش تعمل بيها حاجه. طب والله ده انا كان نفسي اجمع 10 مليون جنيه وانا عندي 35 سنه. طب انت جمعت الفلوس دي، ماذا بعد؟ هتعمل ايه؟ طب لا، تعال نوصل ل 15 مليون، طب تعال نوصل ل 20 مليون. ما عرفتش تتبسط او ما عرفتش تبقى سعيد بالفلوس اللي معاك دي، ان انت توظفها صح لسعادتك، وتوظفها صح ان هي تحميك قدام. على عكس التاني ده اللي خد الفلوس، والله انا كان نفسي اجيب 10 مليون جنيه عشان عايز ابدا بزنس تاني، عشان عايز اعمل كذا. انت كده معناه ان انت استخدمت الفلوس دي في حاجه، فكده معناه ان انت وظفتها ان هي تبقى وسيله فقط. فالفكره ان انت استخدمتها، بدات بزنس جديد مثلا بتاعك، او عملت انت حاجه مشروع ليك، فالمشروع ده جاب لك فلوس، فانت بقيت مرتاح ماديا، الحمد لله ربنا رزقك، يعني ربنا يرزقنا جميعا. بس انت في الاول في الاخر انت وظفتها، انت كنت محتاج الفلوس دي عشان تعمل حاجه تجيب لك فلوس، فانت كده ما خليتهاش غايه، انت كده خليتها مصدر سعاده ووسيله ليك ان انت تبقى مرتاح. ممكن مثلا واحد تاني بالنسبه له الفلوس، والله ده نفسي اجيب الفلوس دي عشان عايز اسافر مثلا كرواتيا، اروح اصيف هناك، ولا النرويج، نفسي ازور النرويج. ففي الحاله دي انت برضه وظفت الفلوس دي ان هي تبقى سعادتك، ان انت تسافر مكان انت لوحدك، او لو انت واصحابك، او لو انت وزوجتك، فانت وظفت برضه الفلوس دي ان انت تبقى مبسوط بيها. في واحد تاني يقول لك انا طالما الشهر كله انا فلوسي تمام، الاكل موجود في الثلاجه، العيال مبسوطين، مفيش حاجه ناقصه في البيت، انا كده تمام. وهو ده فعلا الصح. فكره كلامي ان انت مش لازم تبقى ملياردير عشان تبقى سعيد، انت بس كل اللي انت محتاجه ان انت يكون معاك القدره الماديه ان انت توظف الفلوس اللي انت هتجيبها من الماديات دي لحاجة تانية أكبر، هي اللي تبقى مصدر سعادتك، أو هي زي المفتاح اللي يفتح لك باب السعادة، أو باب على الأقل باب من أبواب السعادة. بس وسط كل ده لازم يبقى عندك توازن بين السعي والرضا. يعني ايه؟ يعني بنشوف ناس كتير ممكن يكون بالنسبه لها والله ده انا مسلم امر لله ومش لازم اعمل حاجه، ربنا اللي عايزه واللي هيرضى هيتم، وفي نفس الوقت قاعد في البيت مفخر مستني الوظيفه اللي تجيب له 40-50 الف جنيه تحت عنوان ان ده الرضا، وده مكافاه الرضا، وده مكافاه ان انا صبرت وقلت الحمد لله. طيب تمام، بس ربنا قال لك برضه خده بالاسباب. انت الشغلانه ام 40-50 الف جنيه دي هتجيلك منين وانت اصلا لا سعيت ولا اتعلمت الحاجه اللي تخلي ليك قيمه صاحب الشركه او الشركه تديك عليها 40-50 الف جنيه؟ انت قاعد في بيتك ما عملتش حاجه، كل اللي انت عملته ان انت خدت البكالوريوس بتاعك وقعدت في بيتك بتقلب على التيك توك، بتقلب على الانستجرام، شايف الفيديو دلوقتي او هتقلب الفيديو ده دلوقتي، ما عملتش حاجه. انت كل اللي انت عملته بس ان انت مجرد خدت البكالوريوس عادي. ال1000 من بتوع البكالوريوس بشيلين، وال10 من بتوع الدكتوراه بجنيه مثلا. ففاهم كل ده انا بتكلم عليه ان انت لازم تاخد بالاسباب. ربنا امرك بالرضا لكن برضو امرك بالسعي، ان انت تسعى. حتى ربنا بيقول في القران الكريم وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. يعني انت لازم، او ربنا امرك ان انت لازم تسعى في نقطة معينة انت عايزها. ممكن انت مشوارك طويل، فانت ممكن يكون لازم نفسك يكون طويل مع المشوار ده اللي اسمه السعي، اللي انت تقعد تحفرك من الاخر، تشوف هنا يمين تشوف هنا شمال، والله انت تجرب دي وتجرب دي وتجرب دي، انت مش خسران حاجة. لكن برضو في نفس الوقت انت تكون راضي باللي انت فيه، تقول الحمد لله ان احنا شغالين كده، الحمد لله حتى ان احنا بصحتنا، الحمد لله اللي احنا عندنا رفاهية السعي، ان احنا رفاهية ان احنا قادرين نقوم من على السرير كل يوم ننزل نحفرك هنا ونشوف هناك ونجرب هنا ونجرب هناك. في ناس تانية قدامك ان انت مثلا مش قادرة تمشي، ربنا خلقهم بإعاقة مثلا ذهنية والعياذ بالله. ممكن في ناس تانية تقول لك لا انا مش راضي على اللي انا فيه، وليه ربنا حطني هنا وانا مش عايز ابقى هنا. لا، كل ده اصلا اختبار وبيبقى ابتلاء، وان المؤمن مبتلى، المؤمن دايما هتلاقي عنده ابتلاء، فربنا بيشوف انت هتتعامل مع الابتلاء ده ازاي. وفي نفس الوقت وان سعيه سوف يرى، ده معناها ان انت كده كده ربنا يعني زي ما بيقول لك مأكد لك او وعدك ان انت هتشوف سعيك ده، سواء في شغلك فلوس مثلا، سواء ان انت ربنا رزقك بمكانة او استقرار مادي من غير فلوس كتير بس انت مستقر ماديا ومبسوط وفرحان، يا اما الثواب بتاعها هتلاقيه في الاخره. طبيعي لو انت بتغرق وربنا مثلا بعت لك مركب فانت قلت لا انا مش هركب المركب ده، انا ربنا هيلحقني. طب ما هو يا ابني ربنا بعت لك المركب ده عشان يلحقك، ما هو ربنا بعت لك مركب واثنين وثلاثه وانت اللي غرقت، فغرق في الاخر ومات. فلا ليه انت اصلا، ما انت ربنا بعت لك في الاول مركب وبعت لك الثانيه وبعت لك الثالثه ووقفوا وبعتوا لك حبل او بعتوا لك اللي هي اللي بتاع اللي بتنقذك، وانت برضو ما طلعتش معاهم المركب دي، فربنا اصلا كان بعت لك اشارات وانت كل اللي انت كنت مترجم عليه لا ربنا هو المنجي. طب ما يا عم ربنا كان عايز ينجيك،
فهو يعني ممكن تكون دي نقرة ودي نقرة، لكن هما الاتنين بيوصلوا لنفس المثل، ان انت لازم انت عايش في الحياة دي عشان عبادة الله، والعمل عبادة برضه، فانت لازم تسعى في شغلك وتسعى في حياتك عشان توصل لمكانة مرموقة. بس في بقى مشكلة كبيرة تانية، وان انت ممكن تلاقي ناس عندها طمع وجشع فظيع للفلوس. فبمناسبة الموضوع ده خلوني احكي لكم كده عن قصة يعني ممكن تكون في ناس عارفينها، وممكن تروح تعملوا عنها سيرش برضه. كان في شخص في التسعينات كده اسمه برنارد مادوف، فخلينا نناديه مادوف. يعني مادوف ده شخص او رجل اعمال امريكي عنده شركة اسمها برنارد ال مادوف. دي شركة استثمارية كانت موجودة في وول ستريت في امريكا، ودي شركة يعني تداول اوراق مالية. وبالمناسبة مادوف اصلا في ساعتها كان شخص غني، شخص مرموق اجتماعيا، عنده عيلته كانت مرموقة، كان عايشين في مكان كويس، غني جدا، عنده مش يعني عنده واحد عنده شركة تداول اوراق مالية في وول ستريت، اعرف على طول ان هو الباشا ده مترعيش. المهم يعني مادوف ده شغل دماغه وبدا حاجه اسمها بونزي سكيم. طب البونزي سكيم ده عباره عن ايه؟ ببساطه ان انت تجمع فلوس من الناس، ولما ناس جديده تيجي تدي الفلوس اللي هي بتاعت الناس الجديده للناس القديمه على اساس ان هي ارباح، وهكذا. فبدل ما تستثمر الفلوس دي انت تاخد الفلوس دي، والله كان معاك 100 واحد حاطين مثلا كل واحد منهم 1000 جنيه، فالناس الجديده دي تاخد منهم الفلوس وتدي لكل واحد من ال1000 جنيه 200 جنيه وتقول انا عملت لك 20%. فبتاع ال 20% ده يقول لك ده ايه ده حلو قوي، ده انا هدخل فلوسي تاني، يقوم مدخل فلوسه تاني، يقوم مدي فلوس للناس اللي قبلهم ان هم يروحوا ياخدوا الفلوس دي. هو كان برضه في الاول وفي الاخر كان بياخد فلوس من النص كده، وفضل على الحال ده 10 او 15 سنه، جمع فلوس من شركات كبيره جدا ومن ناس كتيره جدا في انحاء امريكا كلها، والدنيا كانت تمام معاه لغايه 2008. طبعا احنا لو عارفين او دارسين اقتصاد شويه هنعرف ان في 2008 حصلت الازمه الماليه العالميه، وفي ناس كتير اتدينت وفي ناس كتير افتقرت، فكانوا عايزين من الناس دي، كان في ناس شغالين معاه مع مادوف وجم عايزين يسحبوا فلوسهم. طبعا مادوف في اقل من 3-4 شهور ما لحقش ان هو يوفر السيوله للناس دي كلها، وفي الاخر اتعرف لما الناس راحت بلغت عنه انه كان بيعمل البونزي سكيم دي بقاله اكتر من 10 سنين، والخسائر الكامله في البونزي سكيم دي كلها كانت 65 مليار دولار. ومادوف بعد قضايا اتحكم عليه ب 150 سنه سجن، واحد من ولاده انتحر، وعيلته بقت مكروهه في المجتمع. طب ده يعرفنا ايه؟ ده يعرفنا برضو ان اللي بيجري ورا الفلوس كتير حتى وربنا مرضيه ده ممكن يتحط في مشاكل كتير. ممكن يبقى ان هو بالنسبه له لا انا عايش فلوس زياده، فربنا يعني زي ما بيقولوا ان هو بيرفض النعمه، او ان هو ناقم على النعمه دي ان هو عايز فلوس اكتر، فربنا بيفقره من كل النواحي. فمش محتاج اجاوبك على سؤال لما اقول لك احنا ليه بنسعى ورا الفلوس. هل عشان نبقى عايشين حياه سعيده، ولا عشان نبقى مشغولين في جمع المال او جمع الفلوس بس؟ لا، اكيد عشان نبقى عايشين حياه سعيده وتفتح لنا ابواب من ابواب السعاده. الناس اللي بتجري دايما ورا الفلوس مش هتوصل لها، صدقني يعني، خدها ثقه. انت لو بتجري ورا الفلوس، لو انت همك الفلوس مش هتوصل للفلوس. انما لو همك ان انت توصل لحياه ماديه كويسه او حياه ماليه صحيه، انت ممكن توصل لحاجه، لو مش السنه دي ممكن السنه الجايه، لو مش السنه الجايه ممكن السنه اللي بعدها. المهم ان انت هتوصل في الاخر باذن الله، لان الفلوس بتشيل عاتق فظيع من الحمل النفسي علينا في حياتنا. فاي نعم الفلوس مش بتشتري السعاده كلها، لكن على الاقل زي ما قلت قبل كده ان هي بتفتح لنا باب من ابواب الراحه اللي ممكن نشوف فيها سعادتنا. والاهم من كل ده ان انت الفلوس اللي انت هتجيبها دي قبل ما ترضيك انت لازم تكون ترضي ربنا عز وجل، عشان مفيش حد صدقوني قد حساب الاخره، وان هو قد حساب ان هو يدفع الفاتوره لوحده في الاخره، وكل الفاتوره بتاعته ذنوب ومال حرام. والكلام ده الناس عارفه هي رايحه لمين، ابعتها له. فسلام، خلص الفيديو النهارده. قولوا لي رايكم في السيت اب كده. انا ببص على الشاشه اللي جنبي، فانتوا لو لقيتها يعني التحويل اللي وراها كده اعرف ان انا ببص على الشاشه. مش عارف، ممكن تكون عجباكم السيت اب الجديده دي، قولوا لي رايكم برضه في الكومنتس. ولو اتفرجت على الفيديو الاخر وعجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشاركوا الفيديو عشان ده بيساعد في ريتش القناه. ولو ما عملتش اشتراك اشترك. وبس كده، يا رب نخش كلنا الجنه. اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.